السلام عليكم يا صديقي، اخبارك ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعضينا ستايل الايديت اللي بيتعمل في العربيات اللي انت بتشوفها على الانستجرام والتيك توك، وبتشوف الكلمات ثابته مع الحاجه جوه الفيديو رغم ان في حركه بالكاميرا. فالنهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل التراكنج على افتر افكت بكل سهوله. قبل ما نبدا ان شاء الله تلاقينا حاطط لك تحت في الوصف ملفين، اول ملف اسمه ديب جلو والملف الثاني اسمه ستوديو شادو. الملفين دول هتلاقي طريقه التسطيب معاهم ان شاء الله، ازاي تسطبهم وازاي تحطهم عندك في الافتر افكت. فيلا بينا ندخل في الشرح على طول من غير ما اطول عليكم. يلا بينا. اول حاجه هنفتح واجهه افتر افكت زي كده. انا معايا فيديو زي ده، تمام، في حركه جوه الفيديو وفي نفس الوقت انا عايز اثبت كلمه على العربيه او اي تعداد رقمي زي اللي انت بتشوفه على الانستجرام. يعني اول حاجه نحط الفيديو بتاعنا عن طريق ان احنا بنيجي للخانه دي بندوس عليها 2 كليك شمال وبنضيف الفيديو بتاعنا اي فيديو عامه، وبعدين بنعمل نوي كومبوزيشن فروم سيلكشن ويضيف الفيديو معانا. هنمسك الفيديو، هنيجي على خانه تراكر، لو مش موجوده عندك هتفتح قائمه ويندوز وهتعلم عليها من هنا هتلاقيها موجوده، تفتح قائمه التراكر وتدوس تراك كاميرا. هيبدا ان هو يحلل المشهد ويعمل كاميرات او التراكنج، نقاط التراكنج جوه المشهد نفسه عشان نقدر نثبت فيها الحاجه، سواء بقى تكست، صوره، موشن جرافيك، اي حاجه عايز تثبتها جوه الفيديو ان شاء الله هيعمل لك ليها نقاط، واحنا من خلال النقاط دي بنربط بيها الحاجه اللي احنا عايزين نثبتها. تمام كده التراكنج خلص معانا من خلال ان احنا بيضيف معانا في قائمه الافكت كنترول، ودي برضه هتلاقيها لو مش موجوده عندك هتفتح قائمه ويندوز هتلاقيها ان شاء الله، هتلاقيها موجوده هنا اللي هي الافكت كنترول، هندوس عليها هتلاقيه ظهر معانا نقاط زي اللي انت شايفها دي. لو عايزين نثبت كلمه على الارض او على العربيه او في اي مكان عامه، تمام، احنا عايزين نثبت الكلمه مع العربيه، فنشوف اي 3 نقاط مع العربيه ونحاول نثبت بيهم ونعلم عليهم. يعني مثلا احنا عندنا شويه نقاط كده على العربيه، هنحاول ان احنا نجيب شويه مع بعض كده يكونوا ثابتين يعني طول الفيديو، لان النقاط دي بتختفي وبتظهر، تمام. فانت بتحدد شويه نقاط من هنا وبتدوس كليك يمين وبتدوس كرييت تكست اند كاميرا، تمام. ضاف معانا التكست زي ما انتم شايفين، بس التكست محتاج ان هو يتعدل لان هو معمول 3D، وهنحاول ان احنا نظبط فيه بحيث ان هو يدي الشكل اللي احنا عايزينه. تعال نشوف كده. زي ما احنا شايفين الكلمة ثابتة مع العربية مهما اتحركت في الفيديو. وليكن احنا عايزين نعمل لها انيميشن في أداة انا ضايفها في البرنامج عندي اسمها انيميشن كومبوزر، ودي بشرحها لكم ان شاء الله في فيديو لوحديه، عادي بيتضاف عادي. ممكن اعمل اي انيميشن من هنا عادي خالص وبيتضاف معايا الانيميشن زي الفل. انا بفضل عامة الانيميشن ده. تعال نشوف كده. تمام زي الفل. طيب احنا لو عايزين نغير النص نفسه اللي موجود في التكست هندوس عليه 2 كليك يمين او كليك شمال عفوا، ونكتب الكلمه اللي احنا عايزين نكتبها. انا وليكن اكتب الكلمه دي اللي هي سي سي تيربو، تمام، بحكم ان هي خاصه بمجال العربيات ودايما ايه بستعملها. طبعا في انيميشن جوه الافتر افكت نفسه عن طريق ان انت بتروح لقائمه افكتس وهتروح على كلمه انيميشن بريسيت وتروح لكلمه تكست وهتلاقي كلمه انيميشن ان وانيميشن اوت. في بقى بلور وفي فيد اب ووردز، في كل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها. ونسحب اي انيميشن من دول هنلاقيه اتضاف معانا عادي زي الفل. انت ممكن تتحكم في سرعة الانيميشن عن طريق ان انت بتدوس حرف اليو، بيظهر لك نقطتين زي ما انت شايف. انت عايزه مثلا يبدأ من اول الفيديو فبتحركهم كده زي ما احنا شايفين. حاسس ان هو بطيء شويه ممكن تصلحهم عادي. الافكتين اللي انا قلت لكم عليهم اللي هو استوديو شادو وديب جلو، تعالوا نحطهم ونشوف الفرق قبل وبعد. انا طبعا بضيف الافكتات عن طريق ان انا بدوس كنترول سبيس، بضيف الافكت اللي انا عايزه. اضيف مثلا استوديو شادو، طبعا انا بستعمله على طول. هتلاقيه ظهر ظل كده او شادو بمعنى صح على الكلمه كده كبير. احنا بنحاول نخفف الاوباسيتي بتاعته، والديستانس بنحركها سيكا كده، بنخفف تاني برضو عشان حاسس ان هو اوفر سيكا، وبنحدد الكلمة وبنحط عليها افكت تاني اسمه ديب جلو. زي ما انتم شايفين اتحط معانا الافكت عادي، بس احنا هنقلل القيمة بتاع الافكت بحيث ان هو ما يكونش بارز قوي كده، تمام. هنخليه مثلا 0.2، وعايز لو عايز تنسخ الاداة دي وتحطها عندك زي الفل، تمام. زي ما احنا شايفين انا بحب برضه اضيف افكت تاني وهو سي سي لايت سويب. لما تحط افكت سي سي لايت سويب لازم تحطه على اول حاجه حرفيا، يعني ما ينفعش يكون تحت خالص كده، بتحطه على اول افكتين انت حاططهم او اي افكتات انت عاملها عامه، بتحط السي سي لايت سويب اعلى حاجه. بتلاقي لمعان كده ظهر في وسط الكلمه. احنا بنحاول ان احنا نظبط في السيتنج برضو، تمام. بعد ما حطينا الافكتات بتاعتنا تعالى نشوف كده الفيديو من اوله. زي ما احنا شايفين والكلمه ثابته معانا طول الفيديو، تمام. تعالى نشوف تاني كده. تمام زي الفل. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي ان احنا نثبت كلمة ونحط الافكتات بتاعتنا ايه زي ما بنشوفها دايما في الفيديوهات.
وبرضه لو انت عاجبك ستايل معين مهما كان الستايل، مهما كان انت شايفه ان هو صعب، ابعتوا لي على الانستجرام على طول وقول لي احنا عايزين نتعلم ازاي نعمل الحاجه دي. فورا هتلاقي فيديو ان شاء الله نازل على الشانل، ممكن تشوفه على طول. تمام. ان شاء الله الفيديوز الجايه اتعمق اكتر في الموضوع، بحيث نتعلم ازاي نعمل ريلز. فبس دي كانت فكره فيديو النهارده. اتمنى فكره الفيديو النهارده تنال اعجابكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار زي ما قلت لك ما تنساش تسالني تحت في الكومنتات. وبس دي كانت فكره الفيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.